بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة للقناة. لو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. النادي الأهلي يحرز فوزه العاشر في تاريخ مبارياته في كأس العالم للأندية. الفوز العاشر للنادي الأهلي بتغلبه اليوم على نادي اتحاد جدة السعودي 3-1 مع الرأفة. النادي الأهلي كما توقعنا لعب مباراة من الطراز الأول في كل شيء، دفاع وهجوم وكل شيء. كما شرحت لحضراتكم خطة المباراة امبارح، لابد أن النادي الأهلي يضغط على اتحاد جدة من نص ملعبه. توقعت طريقة كولر في اللعب، وده اللي كولر نفذه النهارده. النادي الأهلي فاز على اتحاد جدة لأن النادي الأهلي كان مركز في كل شيء، مركز في الدفاع، الأجنحة، الهجوم. كان النهارده يوم النادي الأهلي، عشان كده حقق الفوز. اللعيبة كانت حاضرة ذهنيا وبدنيا وفورمة عالية. الطبيب النفسي اللي مع النادي الاهلي جهز اللعيبه للمباراه دي. مارسيل كولر قال لهم ما يهمكمش النجوم العالميه اللي انت هتلعبوا قدامها، العب لعبك والتوفيق من عند ربنا. وده اللي حصل النهارده، والنادي الاهلي تفوق على اتحاد جده السعودي 3-1 مع الرأفة. حسين الشحات يسجل هدفه للدوره الرابعه على التوالي. أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 دورات متتالية. كريم بنزيما لعب في كأس العالم 4 دورات متتالية، 4 دورات سجل فيها ولكن غير متتالية. حسين الشحات لعب دورة 2020 21 و22 و23 وسجل في ال4 دورات مع النادي الأهلي. أول لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يحقق هذا الإنجاز، وسوف يسجل باسم حسين الشحات. بدأت المباراة بسيطرة هجومية للنادي الأهلي. النادي الأهلي سيطر على المباراة من الدقيقة الأولى للدقيقة 45 من الشوط الأول، عمل كل شيء في الكرة. بصراحة تمركز اللعيبة، كل لاعب في مركزه على أعلى مستوى. هي دي لعبة النادي الأهلي، ده اللاعب السوبر، اللاعب اللي بياخد ملايين. هو ده اللاعب اللي المفروض انت بتأديه في الملعب. محمد هاني كان في يوم النهارده، محمد هاني انتقدناه كتير في مباريات سابقة، ولكن النهارده ده يا جماعة لاعب عالمي. زي ما قال مدحت شلبي في التعليق على المباراة، محمد هاني يلعب على أي باك يمين في النادي الأهلي وفي منتخب مصر لما بيكون في كامل جاهزيته للمباراة. شابوه لمحمد هاني على أدائه النهاردة في المباراة. من الهجوم المتتالي على النادي الأهلي وحصاره لأهل الاتحاد جدة في نص ملعبه، تمكن النادي الأهلي من إحراز هدفه الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها علي معلول في وسط الجول، واحرز الهدف الأول للنادي الأهلي. ضربة الجزاء تسبب فيها محمود كهربا ان هو زاحم المدافع نادي اتحاد جدة، واضطر ان هو يبعد الكرة بايده الشمال، فالحكم رجع للفار وحسب الكرة ضربة جزاء. يحرز النادي الاهلي الهدف الاول في الدقيقة، ضربة الجزاء طبعا اتحسبت في الدقيقة 27 والنادي الاهلي يسجلها في الدقيقة 30. وكرة بيطلعها محمد عبد المنعم في الدقيقة 43 ارتطمت بإيده، رجع الحكم للفار واحتسب ضربة جزاء على النادي الأهلي في الدقيقة 43. قام بتنفيذها كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، أنقذها البارع اللي كان في يوم النهارده محمد الشناوي، أنقذ الأهلي من هدف يدخل مرماه، وظل النادي الأهلي متقدم 1-0 لنهاية الشوط الأول. صراحة أنا كنت متخوف من الهبوط البدني للنادي الأهلي في الشوط الثاني، ولكن لعيبة الأهلي نزلت جاهزة زي ما كانت نازلة جاهزة في الشوط الأول، جاهزة في الشوط الثاني، جاهزة ذهنيا وبدنيا وكل شيء. وهجوم ضاغط من النادي الأهلي وتبادل للهجمات على استحياء من فريق اتحاد جدة. لما بيخلص من حصار النادي الأهلي له في منطقة في نص ملعبه بيهرب بعد كرة على مرمى النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح،
في حالة إن النادي الأهلي هيوقف تقدم رومارينيو واللاعب فيبينيو، إن وقف الاثنين دول قضى على خطورة اتحاد جدة السعودي. وده اللي عمله مارسيل كولر النهارده. شابوه لمارسيل كولر على إدارته للمباراة. الناس هتقول لك طب انت يا عم عادل انت فرحان قوي بالمباراه ان الاهلي فاز وكلام من ده. فاز لان ده مباراه على زعامه الكره العربيه. اصبح النادي الاهلي الاول افريقيا والاول عربيا. دي زعامه عربيه، لابد ان نتغلب على اتحاد جده علشان النادي الاهلي يبقى رقم واحد. هنلاعب فلومينزي البرازيلي المباراه القادمه في حاله هزيمه عادي. لا نفسي ان النادي الاهلي يغلب ويصعد للمباراه النهائيه، ولكن في حاله الهزيمه في فروقات فرديه كبيره ما بيننا وما بين لاعيبه فلومينزي البرازيلي مهما كان دول لاعيبه برازيليين. ولكن النادي الاهلي لو لعب نفس لعبه النهارده 100% هيفوز وهيصعد للمباراه النهائيه ان شاء الله. مع الهجوم الضاغط للنادي الاهلي في الشوط الثاني وفي الدقيقه 60 استلم حسين الشحات الكرة داخل منطقة الجزاء وبلمساته السحرية اللي أنا ناديت بيها العب لعبك يا عم حسين يا شحات، العب لعبك. ولعب الكرة في الزاوية البعيدة على شمال حارس مرمى اتحاد جدة السعودي. أحرز هدف رائع، هدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60. توالى ضغط النادي الأهلي بعد الهدف ده على مرمى اتحاد جدة، وتمكن إمام عاشور من غمز كرة لمسة سحرية داخل منطقة الجزاء. أحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 63 ليتقدم النادي الأهلي 3-0 على مرمى اتحاد جدة السعودي. في الدقيقة 70 بدأ مارسيل كولر في إجراء تعديلات في المباراة. اللعيبة عشان ما تبقاش مرهقة في مباراة يوم الاثنين القادم أمام فلومينزي البرازيلي سحب بعض اللعيبة ونازل بدلاء. نزل عمرو السولية كمايسترو في وسط الملعب، نزل طاهر لتنشيط جبهة اليمين، نزل طاهر ونزل السولية ونزل اللاعب اللي اتطرد اللي هو أنتوني موديست لتنشيط القوى الهجومية للنادي الأهلي والحفاظ على المباراة. قلنا بعد هدف إمام عاشور في الدقيقة 63 كثف النادي الأهلي من هجماته على اتحاد جدة السعودي، ومن شدة تركيز اللعيبة ده اللي باين لنا إن الأهلي كان نازل مركز في المباراة دي. في كورة في الدقيقة 78 هجمة مرتدة لاتحاد جدة السعودي، ثلاث مهاجمين من اتحاد جدة السعودي على لاعب وحيد من النادي الأهلي، ومع ذلك وفي وسط الثلاثة في نص ملعب النادي الاهلي لاعب الاهلي لوحده، لان كان النادي الاهلي في حاله هجوم ومفيش غير لاعب واحد ورا. استلم الكره في وسط الثلاثه وبهدوء وبتركيز وبصاها للاعب بتاعه وتحصل كمان على فاول. ده بيبين لك ايه قوه التركيز اللي كان فيها النادي الاهلي في المباراه. هنيئا للنادي الاهلي على المباراه الجميله دي، بصراحه مباراه عالميه قدمها النادي الأهلي. هنيئا له على لعب مباراة جيدة، وبنتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي في مباراة يوم الاثنين القادم أمام فلومينزي البرازيلي في 8 مساء. بالتوفيق للنادي الأهلي. النادي الأهلي كده استطاع إن هو يحصد $1,000,000 بعد الفوز بهذه المباراة. في حالة تخطي المباراة القادمة أمام الفريق البرازيلي سوف يحصل على $2,000,000. هنيئا للنادي الاهلي على المباراه دي. طبعا انت بتقول لنا النتيجه 3-1. الهدف بتاع اتحاد جده السعودي استطاع فريق اتحاد جده السعودي من احراز هدف لتقليل النتيجه وتحسين صورتهم امام جماهيرهم التي ملأت استاد الجوهره المشعه بالسعوديه. مليار مبروك للنادي الاهلي الفوز بالمباراه والعبور للدور نصف النهائي. وإن شاء الله في النهاية كان جمهور اتحاد جدة السعودي بينادي وبيقول فين الطعمية، دليل إن هو هيلتهم النادي الأهلي، ولكن رد النادي الأهلي كيدهم والتهم نمور اتحاد جدة السعودي. فالطعمية المصرية تقهر الكبسة السعودية
3-1. مليار مبروك لكل الأهلوية الفوز على اتحاد جدة والصعود للدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة لقنواتنا على الفيسبوك واليوتيوب علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.